ارخص ولايه في امريكا من حيث ان انت مهاجر جديد او طالب جديد. يا جماعه مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها ولايه غاليه وولايه رخيصه. كل حاجه بتبقى مناسبه، فيها بالانس. يعني مثلا هتلاقي ولايه مثلا زي نيويورك. نيويورك غاليه بالنسبه للاكل والشرب والحاجات دي، بس طبعا الاسعار بتبقى ثابته، لان هي مثلا في زي المولز او السوبر ماركت وول مارت والحاجات دي كلها بتبقى اسعار كلها ثابته. بس بنتكلم مثلا في الايجارات، فالايجارات ممكن تبقى اغلى لان الافريج بتاع الشغل بتاعها اعلى. نيجي مثلا زي فلوريدا ممكن يكون الاسعار بتاعتها خفيفه شويه زي مثلا الايجارات، فبالتالي ان المينيمم ويج بتاعها قليل، بنتكلم مثلا في $10. عندك مثلا نيو جيرسي دلوقتي داخله في 16 $16 في الساعه. الاسعار بتاعتها مناسبه بالنسبه ان انت المبلغ اللي انت بتاخده. بس فمفيش حاجه اسمها ارخص ومفيش حاجه اسمها اغلى. الاتنين كلهم واحد. كل حاجه اهم حاجه تركز فيها ان انت يكون عندك حد فعلا في الولايه دي ان هو يقدر يساعدك، ان هو يجيب لك شغل، يجيب لك سكن، في كبدايه يساعدك في الاول، يعرفك الطرق، يعرفك الاماكن. الحاجات دي كلها اهم من ايه ارخص وايه احسن. ركز في ولايه يكون فيها عرب كتير، ان العرب دول اللي هيساعدوك في الاول. ما تفتكرش ان العرب وحشين، لا، في كده وفي كده. صوابعك مش زي بعضها، في ناس كويسه جدا وفي ناس وحشه جدا، عادي. فاحذر من دول وخليك مع دول.